توصلت إدارتي الاتحاد وأبها لاتفاق شفهي بإشارة انتقال اللاعب صالح العمري إلى الاتحاد بإطلاع الموسم المقبل، على أن يتم حسم الصفقة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان الناديان خاضا مفاوضات طويلة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، حيث قدم الاتحاد عرضين سابقين قوبل بالرفض من قبل إدارة أبها، إلا أن العرض الثالث الأخير وجد قبولا لدى الإدارة الأبهوية. وكانت طموحات اللاعب صالح العمري لعبت دورا هاما في تسهيل المفاوضات، حيث يرغب صاحب 29 عاما الانضمام إلى صفوف الاتحاد وتمثيل النادي في الفترة القادمة، خصوصا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في 12 ديسمبر المقبل بمدينة جدة. ولمح صالح العمري بالانتقال إلى الاتحاد رغم سفره مع فريق أبها الذي سيعسكر في تركيا. تركيا الحافظ الله، هذه اني بروح وبرجع، لكن